أكيد يجلس على مقاعد بدلاء المنصورة، واللاعب محمد فؤاد الذي أتى من الأقصر من هناك من بلد الآثار ليأتي بكل الإنجازات والأفراح لأبناء الرداء البرتقالي. يلعب كرة مرة أخرى هنا من 27 دائما إبراهيم حسن يتحدث. هنا يلعب كرة من كابتن تيم الفريق إبراهيم مرزوق لإبراهيم حسن، والتحضيرات وما زال جس النبض لا ينتهي رغم أول الهجمات على دفاع الزرع. ولكن هنا أحمد محسن يلعب كرة باطمئنان هي للتماس تأتي من على الأطراف دائما لإكرام عاشور. ونفذ كرة إكرام عاشور للسمنجي، ولكن هنا محمد جمال الكرت للتماس. نعم المدافع الذي يبهر الجميع بأدائه في الموسم الماضي من اجل ان اضاءت اليه كل العيون هو محمد جمال الكرتة برفقة زملائه بكل تأكيد. هنا بوفون، هنا الاهداف يا ولد بوفون اللاعب الايفواري يسجل هنا الاهداف. هدف والاجمل مع عفوة دفاعية لدفاع نادي الزرع. من احلى منك مين؟ نعم حلمي ان اسجل دائما، وتاريخي هو في اهدافي وامالي هو اسعاد جماهيري. نعم جماهيري دائما اتحدث من بوفون من سجل هناك في الحامول ياتي ليسجل في ارض وفي ملعب المنصورة في دفاعات الزرع بهفوة دفاعية من دفاع الزرع بكل تأكيد. هدف اول في الدقائق الاولى سيربك حسابات الدكتور ماهر عبد الحليم في الدقيقة السادسة. تستطيع المنصورة ان تسجل الاهداف هنا في مرمى الرداء الازرق المالك هناك في ارض دمياط. ياتي ليتاخر بالاهداف، ولكن رح قطار الزرع الكبير هنا يطير ويلعب كرة، ولكن ما زالت مع اصحاب البرتقالي. نعم هنا من ارض المنصورة تفتح للاهداف وللبوابات هنا للتسجيل بدون دفاع حديد الصلب. هنا يتخلص من كرة وبامتياز من تكل والاحلى لمحمد جمال الكرتة. هنا تلعب كرة بركنية الثانية في اول 7 دقائق يسجل هدف، ركنيتين بالتمام والكمال حتى الان لاصحاب الرداء البرتقالي نادي المنصورة يا السادة. هنا هدف يسجل من بوفانا، هدف بهفوة دفاعية. نعم سيدركها كثيرا دفاعات نادي الزرع. هنا الحسين العزاز ابو تريكة والكونتر اتاك محمد سليم هنا يلعب لبحبح ايضا القطار الثاني هي احد عربات الزرع للاطمئنان. هنا شريف رشوان بدون بطاقات بدون الوان في الاوائل هنا تحسب لنادي الزرع في منتصف الملعب.